السلام عليكم، يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي. وعواشركم مبروكه جميعا، يا ربي تكونوا بالصحه والهنا والسلامه. اليوم غادي نشارك معكم الطبق ديال اللحم بالخرشوف. كتجي المريقه ديالو خاتره وبنينه ما تشبعوش منه. عندي هنايا قطيعات ديال اللحم كيف ما موضح معكم، قطيعات فيهم الشحمه، وعندي ربطه ديال الخرشوف او ديال القناريه، وعندي 3 ديال البصلات، وواحد الراس كامل ديال الثومه، وربيطه ديال المعدنوس وديال القزبر. انا خديت داك اللحيمات فيهم قطيعات ديال الشحمه. حنا كنعرفوا بان الخرشوف كيبغي ليدام او كيبغي الزيت، يعني المرق ديالو كيكون شويه ميه. هذاك الشيء علاش خديت انا ديك اللحيمات فيهم طريفات ديال الشحمه. صافي هذاك البصل هذاك غادي نشلضو كيف ما موضح معكم، والثومه كذلك. نتوما بامكانكم تضغطوا عليها ولا تبزطوها. صافي وغادي نقطع ديك الربيطه اللي عندي ديال القزبر وديال المعدنوس حتى هي نقطعها صغيره مزيان بحال اللي موضح معكم. صافي وغادي ندوز نجيب الطنجره ديالي فاش غادي نطيب. اول حاجه غادي نحط ديك البصل اللي قطعت انا ومع الثومه، وغادي نضيف لهم القطيعات ديال اللحم حتى هما. غادي نضيف نص كاس ديال زيت الزيتون. نتوما بامكانكم تخلطوا ما بين زيت الزيتون وما بين زيت المائده. دابا غادي نضيف التوابل. عندي معلقه صغيره ديال الملحه، 4 معالق ديال الفلفل الاسود ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. وغادي نضيف معلقه ماشي عامره ديال التحميره اولا الفلفل الحلو. صافي وغادي نضيف هذاك الربيع واللي قطعت ديال المعدنوس وديال القزبر. غادي نحرك هاد اللحم هذا في الطنجره باش غادي يدخل فيه هاد التوابل وهاد البصل مع الثومه. صافي وغادي نحطو فوق البوطه ونخلي ديك اللحيمه تقلى لي فوق البوطه. دابا غادي نجي لهاد الربيطه ديال الخرشف، غادي نزول هادوك اللي ما صالحينش. هاد الخرشف انا نتوما ملي تجيبوه حاولوا طيبوه في نهارو، انا جبته بقى عندي هنايا نهار واحد في الثلاجه. صافي غادي ندوز نقادو كيف ما موضح معكم هكذا. غادي نزول هذيك الجهه العلويه اللي كتكون في داك الراس ديال القبيطه ديال الخرشف كيف ما موضح معكم. من بعد عاد قديت هاد القليفات هادو، يعني زولت لهم ديك السليك اللي كيجي هبط معاهم، ويعني مشيت معاهم هكذاك حتى كملتهم. هذا الراس ديال الخرشف حتى هو دزت، حاولت نفتحو شويه نقيه، وانا كنحط يدي في الليمون طبعا باش ما كيكحلولناش يدينا. صافي انا دزت استعملت غير السربيته هنايا ولا غير الرقعه باش مسحت، يعني ماشي نقيته انا بالموس ولا، يعني اختاريت الطريقه السهله. صافي هذا الراس هذا من بعد عندي واحد البانيو هنايا، حطيت فيه الماء وحطيت فيه الليمون، واللي قديتها ولا اللي صايبتها صافي كنحطها في هذا الماء اللي فيه الليمون باش حتى الخرشف وداك الراس ديال الخرشوف ما يكحلناش كيف ما موضح معكم، يعني كيبقى شاد اللون ديالو كيف ما هو، يعني كيبقى شاد اللون ديالو طري وبارق، يعني ما كيخسر لينا ما والو. صافي غادي ندوز نمسح حتى داك القليفات هذو، كنمسحهم من الداخل وكنمسحهم من الاعلى كيف ما موضح معكم. وما كنساش يدي ملي كنحطها في الليمون كيف ما قلت لكم باش ما يكحلوا ليناش يدينا ورجعوا حالتهم. صافي وغادي ندوز نقطعهم انا بهذا الحجم هذا، يعني كنقطعهم على حسب اللحم باش يطيبوا لينا في مره. كيف ما موضح معكم راه هذا الخرشوف باين طري وجديد، يعني ماشي هاد الكليفات راهم قاصحين ولا، يعني غيطيبوا لنا في نفس التوقيت ديال ديك القطيعات ديال اللحم. صافي ودابا بعد ملي كنقطعهم بهذا الشكل هذا كندوز نشوف واش كاين شي ديك الخيوط الخرشف كيطلق لنا واحد الخيوط بحال هكذا. كنقي الا كان شي خيط زايد ولا هذا صافي كنزولو باش ما كيحرجناش ملي كنكولو كناكلوه، يعني في الاخر ملي كنحطوه في الطبسه نكونو كناكلوه. صافي غادي نغسلو مزيان كيف ما موضح معكم، نغسلو المره الاولى. صافي وغادي نصفيه. من بعد ما صفيت هذا الخرشوف وقطر مزيان، دابا مشيت باش نطلل على الطنجره وهذيك اللحيمات جبرتهم تقلاو مزيان. صافي غادي نضيف هذا الخرشوف اللي عندي، وغادي نضيف ليهم الماء الكافي فاش غادي يطيب لينا هذا اللحم مع الخرشوف. الكميه ديال الماء غادي تحطوا الماء كان عندي ديجا مغلي، يعني الماء مغلي باش ما ناخذوش الوقت كتير في الطياب.
صافي حطيت الماء فوق من ديك الخرشوف، وغادي نضيف واحد القطيعه ديال الليمون مسير. شديت على الطنجره، خليته نص ساعه، من بعد فتحت على الطنجره وضفت البطاطات صغيره الحجم كانوا عندي، قسمتهم على جوج وزدتهم مع ديك المريقه. واحد ربع ساعه طاب لينا الخرشوف والبطاطا وهذيك اللحيمات. كيف ما موضح معكم دابا غادي نغرفوا في الطباسل. كيف ما كتشوفوا اللحيمه جات فتيه، جات طايبه ومحمره مجمره كانك دخلتيها للفران، وهي غير في ديك التقليه ملي كيكون كيتقلى لينا اللحم في الاول كياخذ لينا هذا اللون هذا، يعني كيجي محمر كانك دخلتيه للفران. صافي هاد الخريشفات طابو، حتى ديك الراس ديال الخريشفات شوفوا المريقه مجمره وخاتره وبنينه بزاف. ما نقول لكمش البنه اللي كان في هاد الطاجين هذا في هاد الطبق هذا اليوم. صافي وجاني الحماس باش نذوق، انا مازال كنصور لكم ونتمنى يا ربي الطبق اللي حضرت اليوم يعجبكم، واللحم بالخرشوف اللي شاركت معكم اليوم ينال اعجابكم. واذا عجبكم ما تبخلوش عليا بالجيم ومتابعه للقناه. السلام عليكم.